انتوا شايفين كده احنا بنصور في الادغال. احنا كده احنا مش باد تاكسي، احنا كده في ناشونال جيوغرافيك. يعني ده المكان اللي احنا فيه. مش باين اي حاجه. كده باين ايه؟ احنا في مكان صحراء، يعني تقريبا المكان اللي احنا فيه ده اللي بيتقتل هنا ما محدش بيعرف له خبر. بهاء، يعني ما نلاقيش ديب ولا تعبان هنا ولا حاجه؟ ها؟ صح كده؟ لولا. ايه الاخبار؟ الحمد لله. انا طلع عيني. انا شايفه جاي من بعيد، المفروض اعمل روت. هو جاي موتوسيكل ايه يا حبيبي؟ لا. ايه ده؟ لا بيلعب هو نايم. لسه يعني لسه جرد على طول على 11 شهر. ما شاء الله. يلا راح يلا عشان انت صاحبك مستعجل. يا عيني. يمكن 5 دقايق كلمني. لا انت جاي ماشي من جاي عندكم؟ ماشي من هناك. ده انت ما بتخافش في الطريق. المكان ده؟ انا لا والله، انا لولا معايا الكلب بس ما كنتش اصلا. قولي معايا. ما كنتش مشيت لا كده. ما كنتش مشيت بكشاف اصلا. اساسا ما بقول لبهاء ده هو ولا ده أنا حد ده عفريت ولا ده حد جاي يخطفنا ولا ايه؟ جني يلا يلا حد تاني ولا ايه؟ الايه؟ هو ناوي يخليه يعض حد تاني؟ هو لا، ده تقريباً، ده اللي كان بيقعد؟ لا. اه. والتاني هو الكلب ما كانش غلطان على فكره. اكيد هو في حد يعني غلس اللي عليه. الاخ ده كان بيرخم هو عليه. لا هو كل الفكره ان هو طول الاسبوعين اللي الكلب قعد معاه قاعد يقول لي الكلب ده مش راجل كفايه، الكلب ده مش راجل كفايه. بس يا عم والله الكلب راجل جدا، وخليه بس يتعرف على العيال. بيلعب مع العيال بزياده، العيال بتحط رجال وزوره. يا عم انا مجرد مشوار حلو اصحابه. المهم راح بيه البحر وانا قاعد اقول له ما تديلوش على حاجه عشان الكلب ده دماغه رايحه شويتين، ما ده سمعتش راجل خلاص. بزياده. اسمع مني، ما تسمعش الكلام. يروح عامل ايه بقى حضرتك؟